إذا عندك صدرين دجاج وحايرة شو تسوين بيهن؟ تعالي شوف هذا الفيديو لأن 100% راح تستفادين من يمه. هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة وعافية يا رب. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد وحلو ويخبل ويجنن. اليوم شنو؟ راح نسوي 3 أطباق أو 3 أنواع أكلات من صدرين دجاج بس. وهنا أنا استوني جاية من السوق وشوف الخضرة بنات تخبل تجنن تازة. جبت وياي الخضرة وجبت سلق عمود نسوي دولمة. بس شنو اني نسيت، يعني انه انا ما موجود عندي لحم بالبيت، لحم مثروم. فذكرت انه انا عندي صدرين دجاج يتخلي استعملهن واسوي اطباق كلش حلوة بيهم. راح نسوي من يمهم دولمة بالدجاج. بنات الدولمة بالدجاج كلش طيبة. يعني انا اتعجب على الناس اللي تقول شلون تاكلونها بالدجاج. الدجاج نقدر نسوي بيه هواية وصفات وهواي شغلات. هنا انا عندي حبتين من البصل، حبتين طماطة، حبتين بوتيتة. طبعا طماطة انا استعملت وحدة بس. والثانية سويت بيها الوصفة الثانية راح أشارككم إياها هسه. نقشرهم كلهم ونغسلهم كل زين. وهنا أنا راح أخلي نص باقة من الكرفس ونص باقة من الشبنت. الشبنت طعمه كلش طيب ويا الدولمة بنات جربوه وعلى ضمانتي. أنا قبل كنت من أشوف ناس تخلي أقول شلون تخلي الشبنت شنو طعمه، بس من جربته طلع طعمه كلش طيب بنات. هسه شنو راح ننقع هاي الخضروات مالتنا على صفحة ونسوي الخضروات مع الطبق الثاني. هنا عندي صدر الدجاج، طبعا صدرين. راح انقعهم مي وخل وخاشوقتين ملح على مود نتخلص من الزفارية اللي بيها، وتكون عندنا اللحمة طرية وما بيها ولا قطرة زفرة. راح اخليهم على صفحة بين ما اخلص الخضروات مالتي كليتها. هنا أنا راح اسوي العروق بالدجاج او الكباب، كباب طاوة او عروق انتم شو تسمونه. هنا عندنا الطاسة مالتنا بنات. اذا تشوفون هاي طاسة مو وسخة، بس هذه خليت بيها قصر فصارت مثل الطقع بيها، يعني مو صاخة. خليت كرفس وراح اخلي كراث. الكراث والنعناع كلش طيب بنات ويا كباب الطاوة او كباب العروق، طعمه كلش طيب يصير. وراح اخلي وياه بصل وطماطة وباذنجان وشجر او كوسة وبتيتة اكيد، واخلي وياها ثوم. وهاي الخضروات طبعا انا ذكرتها لكم، يعني على مود استعجل بالفيديو ما اصور لكم اياه كل خطوات. هسه راح اثرم خضروات مالت الدولمة. والدولمة بنات ما دام خلينا دجاج فلازم ثوم، 100% لازم نخلي ثوم اكيد. الثوم نكهته ويا الدجاج غير شكل تطلع. وحبايبي اذا عجبكم الفيديو اتمنى منكم اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على مود يوصلكم كل ما هو جديد. يعني يا بنات هو لايك، شو تخسرون؟ خلونا لايك، اكتبوا لنا تعليق حلو مثلكم يا حلوين، على مود نستمر بالقناة وننزل لكم وصفات كلش هواي وكلش حلوة. وإن شاء الله راح أشارككم طريقة الكيكة الشاي مثل ما إحدى المتابعات طلبت تقول يعني تقرأ بعدها كيكة الشاي. إن شاء الله الفيديو اللي ورا أنزل طريقة كيكة الشاي بتفاصيلها كلها. وإن شاء الله ما تخرب عندكم بعد، بس هي شنو خطوات بسيطة نتبعها وتكون الكيكة عندنا تجنن وتخبل. هنا انا اخذت واحد من صدر الدجاج، قلت لكم مره ما نقعته ووصلته غسل زين. ثرمتهم بايدي، ما ثرمتها بمحضرة الطعام لان اريد تكون القطعة يعني مبينة. والعظام اللي بقى عندنا من يمها فاكيد ما نذبها، راح نخليها ويا الحشوة مالتنا وبعدين نخليها بقاع الجدر تنطينا طعم كلش طيب. خلينا المكونات. هسه احنا كل الاشياء ثرمناها ثرم مثل ما شفتوها، يعني ثرم عادي. هنا انا عندي قلاص تمن منقعته، تمن حصة. لا تستعملون التمن الهند لان الدولمة ما تصير طيبة لا مو تمن الحصة او تمن عنبر. هنا أنا راح أضيف باقي المكونات، التوابل، البهارات، المنكهات، انتم بكيفكم بعد تتحكمون بيهن. ضفت أنا هنا بهارات الدولمة وفلفل أسود. أنا جاي أضيف كله على ملعقة كوب. وهنا أنا ضفت عليها بهارات الكاري. وهنا راح أطحن نوم بصرة وهيل وفلفل حار حسب الرغبة، لأن احنا نحب الأكل اللي شوية حار يكون، فنخلي فلفل حار. اللي ما يحبه لا يخلي. بس النوم بصرة لا تكثرون بنات لأنه نكهته كلش قوية. واللي ما يحب نوم بصرة لا يضيفه، يعني هذا الشي مو أساسي. أنا ضفته لأنه الدجاج يحب نوم بصرة فتنطي نكهة طيبة. هنا ضفت الملح وضفت تقريبا ربع كوب من دبس الرمان. وراح أضيف المعجون وشنو نعطيهن خلطة المواد مالتنا على مود شنو يتجانسن سوية ويصير يعني طعمهم طيب. نخلطهم هيك خلط بهالشكل، هذا خلط لحد ما تكون عندنا كله نفس الشي. بنات أنا ما ضفت ليه فضفت زيت بدال ليه. اللي يضيف ليه أو شحم لا تضيف زيت. أنا لأنه صدر الدجاج تعرفونه إنه ناشف ما بيدهن فضفت زيت إله. هنا أنا خليت العضود مالت السلق وبتيتة وجزر وباقلة، وخليت عليها الصدر العظام مالت الدجاج البقى خليتهم.
وهنا أنا لفيتهم. طبعا احنا ما نحشي هواي حشوات بصل وسلك، أكثر شي هو هذا نحبهن بالحشوات مالتنا، وأكيد لازم تزول عندنا حشوة شوي نخليها بالنص. هنا أنا كملت هاي الكمية مالتنا. راح أخلي على الوجه دبس الرمان ينطينا لمعة، وهماتين تزيد لنا الحموضة بالدولمة. وبعدين راح نبدأ نحضر الطبق الثاني. بنات هذا الفيديو راح يفيدكم وتقدرون تسوون هاي الوجبة وتجمدونها ما عليها شي. هنا أنا خليت نص صدر الدجاج أو كله، هو تقريبا كله لأن ذبيت منه بس العظم، وخليت شوية قطع من الشحم وياها. إذا تحبون تضيفون هواية ليه بكيفكم. أنا ضفت شحم شوي، وضفت الكرفس والكراث، وراح أضيف أنا البصل والثوم فقط، ذني أثرمهن بمحضرة الطعام. بس البتيتة والشجر والباذنجان والطماطة ذني أثرمهم يعني بإيدي، لأن أحب يكون ثرم مالتهم شوي خشن. هسه راح تشوفون شلون شكلهم يصير على مود تنظينا قرمشة أثناء القلي. هنا البوتيتا والباذنجان والشجر راح أبرشهم بالمبراشة، والطماطة راح أثرمها بإيدي. بس ورا ما نبرشهم راح نطلع المي مالتهم كليته على مود ما تكون عندنا هواي سوائل. وهنا الدجاج واللية والكرفس والبصل والثوم صاروا عندنا بهالشكل. لازم تسووهن عمات هيك على مود تنطيكم نكهة كلش طيبة. هنا أنا راح أضيفه نص كوب من البقسماط. إذا ما موجود عندكم بقسماط اطحنوا كعك بنات، الكعك هذا اللي مال الدهن انطحنه، وإذا ما موجود كعك الدهن نيبسلنا قرصة خبز ونطحنها ونخليها وياها، راح تعطيكم قرمشة كلش طيبة. هنا أنا ضفت نص كوب من البقسماط، نص كوب طحين، وراح أضيف خاشوقتين من النشا. النشا ما نخليها تسحب دهن هواي عندنا، وهم نسوي الغلاف شوي بقرمشة. هسه شنو نضيف هنا؟ بهارات الكباب أو بهارات كباب الطاوة. أنا جايبتها بهارات جاهزة. إذا ما متوفرة عاد ضيفوا كاري وكركم وفلفل أسود. هنا ضفت كاري وفلفل أسود، وراح أضيف كركم. البهارات انتم حسب رأيكم وحسب ذوقكم، بس أنا هاي البهارات كلش أحبها استعملها بكباب الطاوة. هنا ضفت كركم على مود ينطينا لون حلو، وراح أضيف عليها الملح، وبعدين نبدي نعجنها عجن زين. وحبايبي أحب أشكركم على تعليقاتكم الحلوة، وأحب أرحب بالمشتركين الجدد وأقول لهم كل الهلا بيكم، نورت القناة بوجودكم، وإن شاء الله قناتنا تكبر بعد أكثر وأكثر وتعمل فائدة للجميع. أتمنى تشاركون الفيديوهات على مود الكل يستفاد. ضفت هنا ملح بنات وبهارات جدر هماتين. صراحة أنا أحب البهارات بالأكل كلش هواية، يعني إحنا من نوع أكثر أكلنا بيه بهارات. وهنا أنا لازم يشاركون الأولاد. ماما شو تسوين؟ قلت جاي أسوي غدا. هنا كما الكباب مالتنا مال العروق كمل. بعد شنو راح نسوي؟ طبق ثاني من يمه. أخذت نص العجين مات كباب الطاوة، هذا راح أعوفه أقلي، والنص الثاني شوفوا ايش راح اسوي له. راح اسوي طريقة كلش طيبة، اعتقد ما حدا مسويها باليوتيوب، ما اعرفها انا اول وحدة. هنا عندنا العجين اللي بقى راح اضيف عليه قلاص ونص من الطحين، واضيف له شوي خمرة، وراح نسوي شنو؟ راح نسوي خبز عروق بنات، خبز عروق بالدجاج. منو مجربها؟ انا صراحة هاي اول مرة اجربها. طعمها كان كلش طيب كلش طيب، يعني اطيب من اللحم بهواي. هنا أنا راح نبدأ نعجن بيها. ضفت قلت لكم قلاص ونص من الطحين وخاشوقة شاي خمرة. هاي العجينة مالتنا كملت بنات. هاي العجينة تنعجن تنخبز يعني على كيف، لأنه إحنا كثرنا الحشو بيها وسوائل هواي بيها، فما راح تنخبز براحتكم مثل الخبزة العادية. أنا فتحتها العجينة بالمشبك يعني على الكيف، وخليتها بالتنور لأن أنا كنت أخبز، فستوتها وياي بالتنور. ما صورت لكم صراحة التفاصيل لأنه كنت مستعجلة بالخبز، فقلت غير مرة أشارككم شلون نستوها بالفرن. هنا الدولمة مالتنا خليناها تحمس على نار عالية شوي 5 دقايق، والنوب ضفنا لها مي وخلينا عليه شوية معجون. طبعا تعبت قمت أعلس. وهنا البقبقة مالت الدولمة، وهنا الخبز مالتنا كنت أخبز قلت لكم، فصارت عندي هاي الكمية 4 قرص من خبز العروق. بس بنات ريحته وطعمه كلش طيب، أنصحكم تجربون هاي الطريقة اللي سويتها. هنا الدولمة بنات شكلها يجنن. وهنا جاي نقلي بكباب الطاوة أو كباب العروق. شو تسوونه انتم بنات؟ شو تسمونه بالبيت؟ احنا نسميه عروق، انتم شو تسموه؟ وهذا كان الشكل النهائي للأطباق مالتنا. وأكيد نقولكم سهمكم العافية، وإن شاء الله تجربون هالطريقة وتعجبكم. طبعا تفيد هاي الطريقة للموظفات اللي ما عندهم مجال يسوونهم 3 وصفات أو وصفتين ويضموهن يجمدوهم، كلش طيبات وكلش سهلات. وسويت صلصة اللبن، طبعا هاي اللبن وخلوا وياه نعناع
طرشي اخلطهم بالخلاط وملح وبندوزي وسماق، طعمهم كلش طيب. وهذا كان شكل الغدا مالتنا، واكيد نقولكم سهمكم العافية. لهنا راح اقولكم مع الف سلامة، انتظرون ان شاء الله فيديو جديد ووصفات جديدة.